جربتِ مرة تعملي الأكلة الغريبة دي؟ عملتها النهارده بطريقة بصراحة حاجة جميلة جدًا، في ناس كتير تعملها بس أنا باعملها بالطريقة دي من أيام ما كنت عند بيت أبويا وأنا كنت يعني باحب الأكلة دي بصراحة، فبقى لي فترة طويلة ما أكلتهاش، فقُلت خلاص هاعملها النهارده وكمان تشاركوني رأيكم، حد بيعمل الأكلة الجميلة دي والّا أنا بس اللي أعرفها؟ طبعًا كده أنا هاستنى منكم في التعليقات تقولوا لي مين اللي بيعملها ومين اللي ما بيعملهاش، ولو حد بيعملها الأكلة دي من المفضلة عندكم والّا لأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم حبايب قلبي في قناتي قناة حياة توفير مع أسماء محمد. الناس الجديدة اللي دخلت قناتنا أول مرة واشتركت فيها، اللي أول مرة تشوفوا القناة بجد أنتم فرحتوني بوجودكم معايا، شكرًا لكم كلكم، بجد أعز ناس وأعز إخوات دخلوا القناة، الناس الجديدة والناس اللي كانت معايا من قبل كده، بجد والله أنا فرحانة بيكم جدًا، ربنا يفرحكم زي ما أنتم فرحتوني بوجودكم معايا. دلوقتي بقى طبعًا هنعمل أكلة غريبة وعجيبة أنا ما أعرفش في ناس بتعملها والّا لأ بصراحة، بس أنا دايمًا كنت باحب الأكلة دي وأنا في بيت أبويا، فقُلت كده أشارككم الأكلة بتاعتنا النهارده واكتبوا لي كده رأيكم في التعليقات الأكلة دي حد يعرفها وبتعملوها بنفس الطريقة دي والّا لأ؟ هنعمل الأكلة دي أكلة سهلة وسريعة وما أخدتش أي وقت وما بتاخدش أي وقت ولا مجهود، ومن ضمن الأكلات الاقتصادية برضه اللي إحنا ممكن نعملها. آآ هنقول بسم الله ونصلّي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ كده بقى نشوف هنعمل إيه مع بعض. أنا طبعًا جايبة كيلو من الكوسة، الكوسة بتاعتي أنا جايباها يعني حجمها كويس ولا كبيرة ولا صغيرة أوي، الحجم ده يعني المعقول كويس يعني علشان تبقى طعمها كده جميل معاكِ ما تحسيش إن هي الصغنططة أوي زيادة دي بيقول لِك عليها حاجة كده اسمها بغوة، يعني ما تبقاش لسه نضجت كده صح على الشجرة بتاعتها، فدي أفضل حجم بتجيبيه في الكوسة، دي أول حاجة. بعد كده طبعًا بقى أنا جبتها قشّرتها زي ما إحنا شايفين بطريقة كده يعني زي ما بتيجي تعمليها للمحشي علشان تبقى شكلها جميل كده، وبعد كده يعني جبت بصلاية بشرتها و3 فصوص من التوم، وبعدين بقى هنعمل الأكلة الجميلة بتاعة النهارده. أنا عندي 3 وراك من اللي هي بتاع الفراخ، وبالمناسبة الفراخ دي أنا كنت مربياها في البيت، ما شاء الله أحسن تربية وكانت حجمها كويس جدًا، وما أقولكيش بصراحة على الحاجة اللي بتتربى في البيت بتبقى فعلًا طعم وحاجة تانية كده يعني خيال بجد بالنسبة للحاجة اللي بتجيبيها من برّه. زي ما إحنا شايفين يا حبايبي أنا بعد ما بشرت البصلاية والتوم معاها حطيت عليها شوية زيت، وبدأت إن أنا أحمّرها، جبت كمان كده يعني كيلو إلا ربع مكرونة، طبعًا أنا دايمًا باجيب المكرونة سايبة زي ما إحنا شايفين، أنا ما باجيبش أكياس خالص إلا لو كانت جاية في التموين والّا حاجة، وبصراحة اللي بتيجي اللي هي السايبة دي بجد بتبقى جميلة جدًا، من أحسن أنواع المكرونة. حطيت برضه يعني شوية زيت كده وبدأت إن أنا أحمّر المكرونة، أنا المكرونة بتاعتي هتبقى محمّرة، مش هنحط عليها يعني طماطم ولا هنعملها بصلصة خالص، المكرونة النهارده بالطريقة دي يعني بتدّي الأكلة بتاعتِك حاجة كده جميلة جدًا، يعني لو جرّبتيها بنفس الطريقة بجد يعني بتفرق معاكِ في الطعم. وأنا باحمّر المكرونة كده يعني كنت حاطة حلة كمان على النار، حطيت فيها مَيّة أول ما بدأت إن هي تغلي المَيّة حطيت فيها بصلاية صغيّرة وحطيت فيها يعني جزراية، حطيت ورق لورا، حطيت حبّهان والحاجات دي كلّها وسِبتها يعني أخدت غلوة وبعد كده نزلت بالقطع الفراخ، وبعد كده حطيت عليها مكعب مرقة دجاج علشان بس يعني تبقى طعمها حلو كده الشوربة بتاعتي. باحمّر طبعًا في المكرونة زي ما إحنا شايفين على ما التسبيكة بتاعتي اللي أنا عملتها علشان الكوسة هتاخد يعني تتسبِّك كويس، وبعد كده هنحط فيها الكوسة، بس دلوقتي أنا كان عندي شوربة، يعني دايمًا باعين الشوربة في الفريزر، الشوربة اللي معايا يعني حطيتها على النار بس ما فكِّتش كلّها، فأخدت كده اللي هي فَك منها وبعدين زوّدت بيها المكرونة، يعني أنتِ لمّا تعملي المكرونة المحمّرة دي وبتزوّديها بالشوربة، بتبقى طعمها جميل جدًا، جدًا. يعني حتى لو زوّدتيها مَيّة، يعني تحطّي لها مكعب مرقة دجاج والّا حاجة، بتفرق معاكِ يعني والله بتخلّيها حلوة أوي. التسبيكة اللي عندي بقى حطيت عليها يعني ربع معلقة سكر، الملح شوية صغيّرين علشان برضه هنزوّد الكوسة بتاعتنا أو التسبيكة بتاعتنا نزوّدها شوربة برضه، حطيت يعني ربع معلقة فلفل أسود،
وكده خلاص يعني هاسيب بقى الكوسة تتسبك شوية برضه لحد ما تبدأ تحس إن هي تنشف كده شوية، وبعدين بابدأ إن أنا أزودها شوربة. كده المكرونة بتاعتي كانت يعني عاوزة أعلّي عليها شوية، وبعد كده سِبتها بقى يا دوب هتغلي وتنشف، يعني هتتشرّب كده زي ما بيقولوا، وبعدين هاهدّي لها خالص. طبعًا الكوسة اللي عندي زي ما إحنا شايفين هي كده برضه يعني بدأت إن هي خلاص قرّبت تنشف شوية كده، وهازوّدها برضه. كده تعتبر الكوسة بتاعتي نشفت. شوية شوربة كانوا عندي برضه من اللي كانت لسه يعني فيها قطعة كده ما فكِّتش كلّها، حطيتها على الكوسة، هنزوّدها برضه شوربة من بتاع الفراخ، وكده خلاص أنتِ بقى بتسيبي الكوسة بتاعتِك على النار لحد ما تستوى كويس، تاخد التسوية بتاعتها المضبوطة. ممكن تحطي لها برضه مكعب مرق دجاج وبراحتك، لو مش حابة خلاص. بعد كده باسيبها بقى إن هي تستوى كويس، يعني تاخد التسوية بتاعتها المضبوطة، وبعد كده خلاص بابدأ إن أنا هاقدّم الأكل. كده المكرونة بتاعتي اتشرّبت، هابدأ بقى يعني أسيبها كمان شوية كده بس يعني إن هي تتردد شوية على النار، وبعدين هنبدأ إن إحنا نقدّم الأكل. شُفتوا بقى قطع الفراخ لونها جميل إزاي؟ لو عاوزين تعرفوا باخلّيها كده إزاي، اكتبوا لي في التعليقات وأنا أقول لكم باخلّيها تاخد اللون التحفة ده إزاي، لو أنتم حابين. زي ما إحنا شايفين كده خلاص الأكل بتاعي كان خلاص جاهز على التقديم. هنبدأ بقى كده إن إحنا نفرّغ ونقدّم بقى الغدا بتاعنا النهارده. ما تنسوش بقى يا حبايبي بقى تصلّوا على الرسول في التعليقات، وكمان تعملوا لايك للفيديو، والناس الجديدة اللي لسه ما اشتركتش يا ريتكم تشتركوا في القناة عشان تكبروا قناتنا وتكبروا عيلتنا الجميلة. بجد انتوا كلكم ناس محترمة جدا، كل الناس اللي بتدخل تشترك في القناة دي بجد والله أحسن ناس، ربنا يجازوك كل خير، أحسن اخوات في الدنيا، وانتوا العيلة اللي بجد تستاهلوا ألف تحية. بجد شكرا لكم كلكم. طبعًا زي ما إحنا شايفين يا حبايبي دي الأكلة بتاعتنا النهارده، وبالمناسبة أنا كنت عاملة فيديوهات كتير في القناة، يعني القناة بتاعتي دايمًا بتقدّم طرق اقتصادية، كمان إزاي تبقي اقتصادية في مصروف بيتِك، إزاي برضه إن أنتِ تحاولي توفّري وتحوّشي، وكمان عاوزين إن إحنا دايمًا نوفّر كده ونعمل حصّالة زي ما عملتها أنا في فيديو قبل كده، وطبعًا إن شاء الله هافتحها معاكم وهاقول لكم أنا عاملاها ليه. بس المهم إن أنتم يعني حاولوا كده إن أنتم تداوموا على دايمًا إيدكم على الحصّالة دي، وعندي الفيديوهات يعني هتستفادوا منها جدًا. الناس اللي ما شافتش الفيديوهات دي يا حبايبي ادخلوا شوفوها هتعجبكم جدًا، هتستفادوا منها. فكده خلاص بقى يعني الأكل بتاعنا كان خلص وقدّمنا الأكل بتاعنا، فما تنسوش بقى تصلّوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في التعليقات، وما تنسوش كمان يا حبايب قلبي تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. وشكرًا لكم كلكم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.